العزل بند من البنود اللي ما ينفعش فيها الغلط. العزل مش مادة، العزل نظام. خلال 25 سنة شغل شفت تشطيبات اتدمرت، مش بعد سنة، بعد شهور. والسبب العزل اتعمل غلط أو اتعمل على إنه خطوة ثانوية. في الفيديو ده هقولك العزل إزاي يتعمل صح، خطوة بخطوة، من غير فلسفة ولا دعاية مواد. أكبر غلطة بشوفها إن الناس فاكرة إن العزل مجرد دهان مادة. العزل سلسلة خطوات، لو خطوة واحدة فيهم اتعملت غلط النتيجة صفر. وخليك فاكر القاعدة دي كويس، العزل بيبدأ من الخرسانة ولحماية الخرسانة. وأول حاجة لازم تعرفها إن العزل بيتنفذ على مراحل وخطوات، مش دهان وخلاص. وأول خطوة صح في أي عزل هي العزل الكيميائي. أولاً وقبل أي شيء، النظافة التامة للسطح الخرساني. مفيش تراب، مفيش زيوت، مفيش بواقي مونة. بعد كده عزل الخرسانة بمادة أسمنتية مرنة، سيكا على سبيل المثال، على الأقل وشين، ومش في نفس اليوم. الهدف هنا إن الخرسانة نفسها تبقى مقاومة للمياه، مش بس الطبقة اللي فوقها. ونخش على منطقة المطابخ والحمامات، ودي أكتر مكان بنشوف فيه الكوارث. والصح فيه إن السباك بيدخل أولاً، بيعمل مسارات التغذية والصرف في الحوائط. ملحوظة هامة، لو حوائط الحمام والمطبخ في البيت مش منفذة طوب أسمنتي مصمت على الأقل بارتفاع متر، كسر الحمام والمطبخ وعيد بنائهم من تاني. وأول خطوة بعد تكسير المسارات عزل الحوائط من الداخل ومن الخارج بارتفاع على الأقل 60 سنتي، عزل كيميائي بنفس المادة. وده لأن المية مش بتستأذن. لو المواسير سربت الضرر بيطلع بره الحمام قبل ما يظهر جوه. حوائط الشاور، وهنا بقى منطقة الخطر الحقيقي، ودي لازم تتعزل من الداخل ومن الخارج بمادة كيميائية، نفس المادة. وليه المادة دي بالذات؟ لأنها بتقبل تركيب السيراميك من الداخل وتقبل الدهانات من الخارج، يعني ما بنحبسش نفسنا في حل مؤقت. رقبة الزجاجة والممبرين أو رقبة الإزازة والممبرين، واحدة من أهم الحاجات اللي الناس كتير بتكسل عنها. رقبة الإزازة، ودي بتتعمل عشان العزل ما يكسرش عند منطقة التقاء الحوائط بالأرضيات، ودي لازم تتعمل بمونة أسمنتية يضاف ليها نفس المادة الكيميائية. بعد كده بنعزل بمادة الممبرين لعزل الرطوبة على المسطح وعلى رقبة الإزازة لحد منسوب الصفر المعماري، مش أقل. آخر خطوة ودي الأهم، ودي اللي بتحمي كل اللي فات كله، طبقة الياسة. طبقة لياسة بمونة أسمنتية مضاف ليها مادة كيميائية عازلة. الطبقة دي مش تشطيب، دي درع حماية قبل أي سيراميك أو تشطيب نهائي. وفي النهاية خليني أقولك على نقطة هامة جدا ناس بتغفل عنها. العزل عبارة عن بالونة مية، لو فيها خرم حتى ولو بحجم إبرة العزل كله ملوش لازمة. العزل ما بيستحملش الغلط، حتى الغلط الصغير. والصح إن العزل الكيميائي يكون تأسيس للعزل الرطوبة، مش العزل المائي. والعزل الكيميائي فقط لا يمكن الاعتماد عليه بنسبة 100%. والتنبيه الهام، أكتر التسريبات بشوفها مش من مادة العزل، التسريبات دايما بتحصل من الصنايعي اللي بيجي بعد العزل يخرمه علشان يثبت حاجة. والعزل نظام مغلق، أي ثقب فيه ولو بحجم إبرة بيكسر النظام كله. وفي النهاية لو افتكرت حاجة واحدة من الفيديو ده، افتكر إن العزل الصح بيتعمل قبل ما تشوفه، والغلط فيه
مش بيبان غير لما بيكون الإصلاح شبه مستحيل. التشطيب مش منظر، التشطيب أمان. ودي المواصفة الصحيحة اللي احنا شغالين بيها بعد خبرة 25 عام. في هومست زون احنا مش بننفذ تشطيب وديكور بس، احنا بنساعدك تحط فلوسك في المكان الصح ونحميك من الغلط اللي ممكن يضيع مجهودك. ولو مهتمين بالمحتوى تابعوني، اعمل لايك شير عشان غيرك يستفيد. اكتب في التعليقات اي شيء يخص المحتوى وانا هجاوب عليه.